هو ايه اللي بيحصل فعلا في ضرائب التليفونات؟ وليه الضريبه بتنزل تاني على التليفون؟ وهل المشكله في نترة ولا في التاجر ولا في حركات تحت الترابيزه محدش عايز يكلمك عنها؟ الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده هيزعل ناس كتير من اللي شغالين في التليفونات، بس لو انت مستخدم ممكن الكلام ده ينقذ فلوسك وتليفونك. تعالى بقى اقول لك الزتونه فين. خلينا نكون واضحين، جهاز نترة او جهاز الاتصالات مش ساذجين وعارفين ايه اللي بيحصل كويس جدا في سوق التليفونات. اللي بيحصل ده مش غلطه سيستم ولا مشكله شبكه، ده تلاعب متعمد من التجار. تعالى بقى اقول لك ايه اهم التريكات اللي بتحصل في التليفونات اللي بتخلي الضريبه تنزل تاني على التليفون وانت مش عارف. التريكايه الاولى ان التجار بيقسموا سيريالات التليفونات. ازاي يا عم احمد؟ بعض التجار بيبقى عندهم اكتر من تليفون وكل التليفونات دي عليها ضرايب، في يوم يقول لك ايه انا ليه ادفع ضريبه على كل جهاز؟ يوم يعمل ايه بقى؟ يخش على برنامج نترة عشان يسجل التليفون، فيدخل اول سيريال لاول تليفون وتاني سيريال لتليفون تاني خالص، ويسجل على نترة على انهم تليفون واحد بس في الحقيقه هم تليفونين. فبكده يبقى دفع نص الضريبه على كل تليفون والاتنين يشتغلوا شبكه، ولكن على ورق السيستم هو تليفون واحد اللي اندفع له ضريبه، والتليفونات تتباع والمستخدم يفتكر ان الدنيا تمام. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ممكن بعد مدة اسبوع بعد شهر جهاز نترا او جهاز الاتصالات بيعمل مراجعة للبيانات او السيريالات اللي تمت اكتيفتها على التطبيق او ان هو تم تسجيلها، فبيلاقي سيريالين مختلفين لتليفون واحد، فهنا بيتأكد ان في تلاعب حصل، والنتيجة ان هم بيقفلوا التليفونين دول شبكة مرة واحدة، فتلاقي نفسك التليفون كان شغال معاك كويس مرة واحدة قطع شبكة. ودي كانت أول تركاية التجار بيعملوها. خد بقى التركاية التانية أشد وأقوى من الأولانية. في ناس أصلا مش عايزة تدفع الضريبة كلها ولا عايزة تدفع الضريبة خالص، فيروح لتاجر معدوم الضمير يعمل إيه بقى؟ يقوم مغير السيريال أو الإيمي للتليفون اللي جاله بسيريال وتليفون جهاز قديم، جهاز زراير، جهاز نوكيا، أي جهاز قديم كان شغال قبل القرار. التليفون يشتغل والعميل يفرح ويفتكر ان كده خلاص، لكن ده مؤقت. ليه مؤقت؟ لان شركات المحمول بتعرف نوع التليفون المتوصل بالشبكه مش بالسيريال بس زي ما الناس كلها ما هي فاكره، لكن من بيانات اكثر تعقيدا من هم يعرفوه من سيريال بس، بيانات تقنيه خاصه بالشبكه بيعرف من خلالها نوع التليفون بالظبط ايه. فلما يلاقوا ان سيريال التليفون ليه جهاز نوكيا قديم وكان الجهاز اللي شغال فعليا هو جهاز اوبو او سامسونج او اي جهاز من الاجهزه اندرويد الحديثه، هنا بيتاكد التلاعب، فيبدا يبلغ نترا ان في تلاعب حاصل على التليفون ده، والنتيجه يقفلوا الشبكه تاني على التليفون لان في تلاعب مفيش ضريبه اندفعت. ودي التركايه التانيه في التلاعب في الضريبه. خد بقى التركايه التالته الاقوى واشد ليفل الوحش، والتركايه هنا ان هما مش بيسجلوا سيريالات ولا بيغيروا سيريالات لتليفون، ده بالعكس ده بيخشوا يلعبوا بقى في ملفات الشبكه نفسها، بيحول السيريال او الايم بتاع التليفون اصفار، يعني بالنسبه للشركات هو تليفون مش موجود وبيبقى تليفون مجهول الهويه قدام الشبكات، ما يعرفوش نوعه ايه. ايه التليفون ده لايت شبكه ايه ده نوعه ايه؟ ما يعرفوش، ويشتغل شويه شبكه ودلع والزبون متدلع والدنيا زي الفل وبيس، تليفون شغال يا باشا، مفيش اي مشكله، مفيش ضريبه مدفوعه، مفيش اي حاجه حصلت. لكن اول لما البيانات بتتراجع من نترا او من جهاز الاتصالات بالتعاون مع شبكات المحمول، الجهاز ده بيتقفل نهائي، والكارثه الاكبر انه ما بيرجعش يشتغل شبكه خالص. فهتلاقي الموضوع ده منتشر جدا في اجهزه اوبو، عشان كده بتلاقي اجهزه اوبو كتير قوي منتشره على النت حاليا بتتباع ان هي شغاله واي فاي بس او مش شغاله شبكه، ما بتجيبش شبكه ما بتجيبش بيانات، هي تشتغل معاك في البيت واي فاي بس. فتيجي تشوف التليفون تلاقي التليفون السيريال بتاعه اصفار، وطبعا ما بيقدروش يرجعوا السيريال الاصلي للتليفون لان لسه مفيش اداة اصلا مدعمه لاجهزه اوبو خصوصا معالجات كوالكوم، فبيضطروا ان هم يبيعوها على كده بعيبها، وانت كمستخدم ما انتش عارف هو ليه التليفون ده رغم ان هو حديث شغال واي فاي بس. لكن وضحت لك دلوقتي في التركية الخطيرة هي ليه التليفونات دي شغاله واي فاي بس وكانت ايه الهدف منها اصلا. نيجي بقى لاهم نقطة، تعمل ايه كمستخدم عشان تحمي نفسك من التلاعب والنصب اللي بيحصل في التليفونات. اولا تشتري من مكان موثوق سمعته معروفة وان هو راجل بيراعي ربنا بجد. تاني حاجة انك تقارن السيريال والايميل اللي موجود على التليفون ويكون هو اللي موجود على علبة، ان انت تفتح التليفون وتضغط الكود ده نجم شباك 06 شباك هيظهر لك السيريال
والسر النمو بتاع التليفون والاني وكل حاجه خاصه بالتليفونات تعرفها. هتقارن اللي هيظهر لك على الشاشه باللي موجود على العلبه، وبعد كده تفتح برنامج نترا وتدخل عليه سر التليفون وتشوف هل عليه ضريبه ولا لا، وهل هو نفس نوع التليفون اللي انت هتشتريه ولا لا. واهم نصيحه ان انت تشتري تليفون محلي، انتاج محلي، او يكون ليه ضمان محلي. حتى لو خارج الضمان فده هيكون امان 100% عن انت تشتري تليفون جاي من بره. وفي الاخر عايز اقول لك محدش بيكرهك ولا الشبكه مستقصداك، اللي بيحصل ده هو تلاعب من التجار، بس انت كمستخدم اللي بتدفع الثمن. واخيرا خليك فاهم وخلي فلوسك في امان. وفي الاخر لو المحتوى عجبك ومفيد ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناه، وما تعمل شير لاصحابك لو انت شايف المحتوى مفيد وعجبك. سلام.